السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني الكرام، اليوم عندنا رد على هالمكلخ، هذا المدعي الكذاب وادعاءاته على الجزائر، وفي كل مرة يتدخل في شؤون الجزائرية ويريد إخفاء الحقائق على متتبعيه. على كل حال، المقطع اللي راح نعقبه لكم دوك مقطع لا يمس بأي صلة للجزائر أو الجزائريين. هو حب ينسب أمور واقعة في المغرب، وإذا أردت أن أقول شيء سوف أقدم لكم بعض الدراسات، ولكن ليس هذا موضوعي. موضوعي الحقيقي على أمر فيجيك وكشف مثل هذه الكذابين. الحمد لله، وفي آخر المطاف يبين لك باللي المراكا راهم مكلخين كل. تخرج قناة شوف تيفيك، أي شوف مؤخرات المغرب مراكا، القناة المختصة في كشف مؤخرات المراكا، وتفضح المستور. يتضح بأن الناس هذا الفلاحين اللي قالوا احنا فلاحين، ما هم فلاحين يا ربي. هذو ناس مستثمرين من مدينة وجدة، جاو حبوا يستغلوا الفلاحة، والهدف الرئيسي تاعهم مش الفلاحة. الهدف الرئيسي تاعهم هو التهريب ولا غير إلا التهريب. واعترافات الفلاح، هذا الفلاح توضح كل الأمور. المخزن كاري لهم الطرف تاع الأرض، هذاك كاريه لهم. وفي بعض تصريحات الفلاحين قال لك نسلكوا الغرامة في جرادة، ماشي في الجزائر. راهم يسلكوا الكراد تاع الأرض هذيك، يروحوا يسلكوها في جرادة. وأتحدى أي مروكي أن يظهر وثيقة واحدة فقط تبين بأن الأرض هذيك ملك أو ورث. أتحداهم. نتابعوا المقطع أولا تاع هذا الكذاب وش راهو يتكلم على الجزائر ونردوا عليه. حرب نفسية في هذا الموضوع هذا الحرب النفسية في العلوم السياسية ديال المكلخ، العرجة في منطقة فيكيك ديال العرجة في منطقة هذه فيكيك. الحرب النفسية اللي أيوة. كيحاولوا الجنرالات الأتباع ديالهم يحاولوا أنهم يستعملوها ضد بهدوء ما يجري. وغادي تنتبهوا معايا في التحليل بحجج بأن التحليل بحجج. تبعوا معانا مليح هذا المكلخ هذا واش راح يقول. الإنسان يهدر على قضية العرجة، هو تطرق إلى أمر قضية العرجة، وشوف وين رايح يروح. نتبعوهم ليه، نتبعوا كذاب. قال لك تبع الكذاب لباب الدار. معانا هاني غير البق. كمل يا مكلخ. هذه المسألة اللي قاموا بها الجنرالات راهم كحلوها وتقلب لهم على راسهم. أنا كنقولها منذ البداية، الجنرالات أغبياء. يقول لك اللي هنا هالمسألة وشنو هي المسألة؟ لا ريكيبيراسيون دي تيرا الجيريان، استرجاع أراضي جزائرية. كانوا مستثمرين مغاربة، نقولوا مستثمرين مراكا، كانوا يسرقوا في خيراتها. والهدف الرئيسي تاعهم ليس الاستثمار أو الفلاحة، بل الهدف الرئيسي تاعهم هو التهريب. لأن أغلبية المستثمرين من مدينة وجدة، مدينة حدودية، كي قفلت عليهم البانر في وجدة وسكرت عليهم أبواب التهريب في وجدة، انتقلوا إلى منطقة فيجيك. هذا هو سليمي، هذا هو الهدف. كمل شوف سليمي، كمل. فعلا أن الغباء كيتضح يوم بعد يوم. الغباء غادي كيتضح يوم بعد يوم. كاين واحد التقرير أخير اللي هو تقرير أمريكي ديال معهد الشرق الأوسط، كيقول لك ودي بأن الجنرالات عجزة، ما كيفكروش ومتصلبين وما باغينش يغيروا البلاد، بمعنى غيضربوا البلاد مع الحيط. ايوا اللي كتسلمي له. انت تقول بان الجنرالات متصلبين وما يفكروش ورايحين يقلبوا البلاد. احنا بالنسبه لنا الجزائريين، الجزائر عندنا 45 مليون جزائري، كلهم جيش وكلنا جنرالات. هذه نحطها لك نقطة على الحروف. كلنا جنرالات.
كي تكلم انت على الجنرالات وتقول متسلبين، قوة البلاد باش تكون يا واحد الحمار. قوة البلاد أي دولة قوتها تكون في الاقتصاد وتكون في الجيش تاعها. إذا كانت الجزائر الاقتصاد تاعها شوية ضعيف، عندنا اقتصاد ضعيف، تبقى القوة تاعنا في الجيش تاعنا. هذيك معلومة نضيفها لك يا واحد المحلل المحنك يا بولحناك يا الكذاب. الهدف الرئيسي تاعكم يا سي منار سليمي هو كسر الجزائر. باش تكسروا الجزائر، باش تكسروها ما لقيتوا لها حتى وسيله، لان الجزائر اصبحت قوه ودبسه خشينه على خنافركم، ما تقدروش تتحركوا معاها. وش هي القوه تاعها؟ القوه تاعها في جيشها. القوه تاع الجزائر في الجيش تاعها والجنرالات تاعها. لهذا أنت في كل مرة أنتم تحاربون الجيش، تحاربون الجيش الجزائري. ونسيتوا حاجة مهمة، الجيش الجزائري متكون من أطياف الشعب الجزائري، حطها مليح في بالك هذه. الجيش الجزائري راهو أولاد الشعب، ما عطاتوناش فرنسا ولا جبناها من عندكم يا واحد المكلخ. كمل نسمعوك واش تقول. القضية اللي راهي طرق لها استغلوا معاها، تشوف مليح. كمل يا مسيلم الكذاب. وهذا نموذج، هذا الشيء اللي داروا غادي نشوفوا بانه نموذج ديال الغباء. ولكن قلت بانه كاينه واحد الحرب نفسيه كما كنبدا دائما. غادي نبدا قبل ما نجي للموضوع غنبدا غير بواحد الاحصاء مثير جدا، مثير جدا، اللي تنشر رسمي في واحد الموقع جزائري باش تعرفوا الجنرالات في كيديو البلاد. واحد الرقم اللي هو ديموغرافي خطير جدا، اللي تنشر رسمي في واحد الموقع جزائري باش تعرفوا الجنرالات في كيديو البلاد. واحد الرقم اللي هو ديموغرافي خطير جدا، تنشر رسميا بان خلال السنه الحاليه، خلال هذه السنه الحاليه في الاول ديالها، في الاشهر الاولى كاينه 3631 حاله ديال ولاده. اشفاو مليح، اشفاو مليح. 3600 رقم خطير جدا. قداش؟ 3631 وحنا باقيين يلاه في 3 الاشهر الاولى. ولاده غير شرعيه، بمعنى ان الجنرالات كيريبوا في العائله الجزائريه. معليش سي سلميك، دوك نعطيك احصائيات. قلت 3600 في 3 اشهر، 3 اشهر الولاء عندنا 3600 ولاده غير شرعيه. دوك نديروا المقارنه في 2018 بين الجزائر والمروك. قال لك 50,000 ولاده خارج الزواج، 50,000 في عام واحد. يا سي سليمي، 50,000 ولاده خارج الزواج بالمغرب. لقد حذرتكم، خلينا ما عليناش. هذه احصائيات ماشي كذبه، ماهيش كذب. هذه راهي قال لك اثارت وضعيه الامهات العاشبات واطفالهم في المغرب جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تقرير لجريدة لوموند الفرنسيه. او ماشي اي واحد، هذا تقرير دارته جريدة لوموند الفرنسيه، ورد فيه ان 50,000 او ماشي واحده، 50,000. كون نقارنوا العدد تاع 50,000 مع 3600 نديروا 12,000 ولادة تتم خارج إطار الزواج كل عام. يعني بمعدل عندنا 130 طفل في النهار، 130 طفل. نزيدو ترى نشوفوا كيف نلقاو حاجة أخرى. تلقى واحد دوك نزيد لك سي سليمي ما تكسرش معاك. وهذه يا سي سليمي هذيك تبع أخبار محلية وعربية وعالمية. الجمعية هذه جمعية إنصاف، الجمعية استقبلت 4282 امرأة عازبة سنة 2016. كنت في حاجة إلى الدعم والمواكبة. يسمى هذا استقبلتهم هذه الجمعية. إنصاف تؤكد أن عدد المواليد خارج إطار الزواج في الدار البيضاء، هذه غير في الدار البيضاء ما نهضروش،
ما من الرقم اللي فات هذاك وفي الدار البيضاء بلغ 44,000 سنة ماذا؟ سنة 2017. دونك لهنا كون نوليو نديرو المقارنة وشكون اللي راهم يدير البلاد الهاوية. لو كنا نحكموا على هذا المعيار اللي راك توزن به انت بالتحليل تاعك يا واحد المارق، هذا يبين لك باللي بلادكم راه حل الواد ماشي جينيرالات. لكن هادو جينيرالات عندها 3600 نديرو 3 موا كاسي نديرو 15,000 نطلعو 15,000 ولادة غير شرعية لهن في 45 مليون. نمشي معاك وهذا كل شيء كذبة. وتجاب 15,000 44,000 غير في الدار البيضاء. ايماجين توا 44,000 هذا في سنة 2017. ايماجين توا في 21 مع الكورونا قداش يقول سي سليمي نخليوك تكذب. تحب نجيب لك خراكه باش نبين لك باللي راك ماني معلم سياسي اللي كذاب، راك انسان كذاب ما عندنا ما نزيدو عليك. كتقول ودي بانه خلال سنه 2020 تزاد 11,031 طفل خارج اطار الزواج. الله اكبر. خارج اطار الزواج. قداش عاود؟ شوفوا دابا قداش دايرين الجنرالات في العوض ما يحميو العائله. تكون واحد الحمايه ديال العائله. والملك واش دار؟ والقوانين انهم كيفكوا في العائله الجزائريه. هذا الارقام، هذا الارقام هذه تعتبر هذا تفكيك العائله. اوكي كما راك على حسب المفهوم تاعك. قارن هالارقام مع المروك، مع مولاك، مع سيدك واش راهو يدير. بالنسبه للجزائر كان عاد الجنرالات يفكوا في العائله الجزائريه، دونك سيدك راهو ياكلها بيها، سيدك راهو داكم الواد، سيدك راهو تاجر بالعارض تاعكم. يصح لك ربي الوجه. قال كرامتني بدائها وانسلت. يا حمار، يا واحد الكذاب. اولا وقبل كل شيء في كل مدن العالم هنالك الآفات الاجتماعية. الإنسان قبل ما يتطرق الموضوع لازم يشوف في بلاده الصاري قبل. إذا كانت انتم عندكم السياحة الجنسية مقننة، حاشاك وحاشا قدرك القحب مقنن، حاشاكم يا جماعة. واحد كما هذا هو الوسيلة الوحيدة لكن عند القحب عندكم مقنن. وسيدك بيبي عطاي يدي من اللور يسمى كيقنن لكم هذه القضية باسكو له هو قعرة، والقعرة هذا اللي يدي من اللور كل شيء عنده حلال. دونك وخلى كلاب كيما نتوما، مركوب كيما نتوما، لحاس كيما نتا، يجي يطاول على الجزائريين وأن الجنرالات يقومون بتحليل الأسرة. الآن نرجع للموضوع الرسمي. الموضوع الرسمي اللي تحت عليه القضية. التحليل تاعك هذا لا يمت بأي صلة من الصلات إلى ما ينبؤ إليه إلى ما ينبؤ إليه أي قضية فيقيق. نرجع لقضية فيقيق يا سي سليمي خلي قناتكم شوف ترمى. كنت نكرهها القناة هذه والله غير وليت نحبها. حاشاك وحاشا قدرك هذه عراتكم قيعانكم كامل اللي تكلمت تعريه. المؤخرة تاعك راه مصورينها يا منار السليم. قناة شوف تيفي خرجت قناة شوف تيفي حبت تطعن في الجزائر ولات فضحت، جات تطعن في الجزائر ولات فضحت المستور. تبينت باللي الناس هذوك اللي كانوا في العرجاء وهي منطقة العرجاء وشكون هما؟ هادو ناس مهربين، ناس مختصين في التهريب وليسوا فلاحين. حنا نعرفوا ناس فيديك، ناس بسطاء، ناس زوالية الله غالب لهم. مي هادو الناس جاو من وجدة استثمروا في هذه المنطقة بعلم تصريح من المخزن. وش هو التصريح من المخزن السي منار السليمي؟ التصريح هذا باش يطاربقوا الجزائر، باش يطاربقوها. كي يسيروا عليهم الحلق في وجدة لقاو المنطقة هذيك كانت الجيش الجزائري متعاطف مع السكان تاع فيقيك، باسكو لا على بالنا بلي فيقيك منطقة زوالية فقراء مساكن عندهم طريق.
عندهم طريق كاع داك القرع عندهم طريق يخشوا منها ويخرجوا منها. الجزائر تحدم على لا دروات على لا غوش، وفي لاريير مخلينهم طريق. لا سيس اللي ما مخلينهم طريق. الجزائر كعدنا احرار ولاد فاميلا، حنا ما حبيناش نخرجوا سكان فيكيك. القريه هذيك فيكيك جزائريه، بما انهم راهم مستوطنين تمك في المنطقه هذيك. الجزائر ما حبيتش تخرجهم، خلتهم عايشين في المنطقه هذيك، ما حبيتش تخرجهم وخلت لهم طريق يخرجوا عليها ويدخلوا عليها. كانوا يفلحوا في المناطق الجزائر واحد ما يهضر معاهم. بصح كي ولات امور في قضيه التهريب والاضرار بريميرمون بالجزائر ما نقبلوهاش. سي سليميه هذه دبركم دبروا على قيعانكم، حنايا رانا فايقينكم واش راكم ديروا. الان خليك مع المقطع اللي قناه شوف تيفي فتحتكم فيه هكذا باش تسمعوا بدنيكم يا المراكه اللي قلتوا الجزائر حقرونا. الجزائر عمر هذا كانت حقاره ولا كنا حنايا ظالمين. حنايا مهما ظلمنا انا دينا ظلمنا، دوما دينا عرضنا، ما دوما دينا حتى حاجه اخرى. خليك مع المقطع باش تسمع المقطع مليح بودنك باش تبلع فمك اون فوا بور توت. جاريه كاينه حنا المغاربه صدقه ما كانش من الصدقه الجاريه، حنا ما نعرفوش الصدقه الجاريه. اسمعوا يا جماعه هذا حنا غير احباب. هذه قناه شوف تيفي بعدا ديالنا غير الاهالي ديالنا حنا اسمعوا لي دار البيضاء في الرباط هذا قنطار. الراجل هذا واش راهو يقول لك؟ يقول لك حنا لاباس علينا. هذه رساله ماشي راهو الجزائريين، لان البارح شفت التعاليق ديالهم وشفت البارح جينا بالليل وراه كما قالوا لي. هذا تاع شوف تيفي البارح جا في الليل وشاف التعاليق تاعنا وشاف حنا واش رانا نهضروا. اصغر شوف هذا حاب يشعل الفتنه. بصح حنايا الفيديو تاعك يا شوف ترمى، الفيديو تاعك هذا راهو خدمنا حنايا، راهو خدم الجزائريين وفضح المخزن وعملاء المخزن وجميع مهرب. نكملوا المقطع ونسمعوا. اخواننا تاكدوا ان على بعد امتار كاين السلطات المغربيه اللي دايره حزام امني فتحيه لرجال الامن والقوات المساعده والقوات ديال العسكر المغربي والطرق الحربي حفاظا على امن المواطنين. اما ما كاينش شي واحد في الجزائر الا خلعكم راه هربتوا لا والو لا خليتوا صبابتكم لا خرجنا خليتوا صبابتك حيت هربتي. لا ما والو خلينا من اللي رجعنا خرج من الجماعه حتى المغرب حتى السبعه بلعت عندي الباب ديال الفيرما بالحديد بلعتو باش ما يدخلش الحلوف يضيع داكشي. بوس الجزائر ما يخلعوا حتى واحد. الجزائر ما يعتديوش على الفقراء. الجزائر ما يعتديوش على المواطنين. في شهادة بعض الفلاحين كانوا يفوتوا يقول لهم السلام عليكم ودي فايتين. الاعتداء والقرعه عندكم يا شوف تيفي. انتم اللي راكم معتدين على الشواليه وتحروا في الفقراء. واللي ينطق يدوموندي حقه القرعه موجدينها له، موجدين له القرعه يسمى يتكلم يقعد على قرعه. كمل الفيديو المقطع، كمل المقطع. صدقه جاريه فيكم والله. هذه راه مسلمه واش يلا هضره الحاج. الله يهديك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. تفضل خويا. الان جات فضيحه. هذا السيد هذا هو اللي فضح كلش. اسمعوه مليح. شكرا ونحن شرفاء اننا ونزيدكم واحد القضيه اخرى بان حنايا بالنسبه لينا حنا ماشي مقيمين في راه كنجيو من وجده. الحمد لله يا ربي. هذا اللي يقول لك انا فلاح قال لهم حنا نسيتكم قضيه، حنا ما راناش كمقيمين في فيكيك، يسمى ماهوش من سكان فيكيك وماهوش ولد البلاد. والارض هذه اللي راكم تدعيو بان عندها وثائق تاعها راهو انسان خارج فيكيك. هذا السيد هذا من وجده، مستثمر من وجده. كمل المقطع. باش نخدموا هنا من وجده، راه كنجي من وجده، فيه راه الكازوال ديالها، فيه راه الخدام ديالها، فيه راه بزاف ديال المسائل اللي دونك حنا الاغلبيه اللي كاينين هنا راه ماشي مقيمين في فيكيك. نديروا الخدام. الراجل واش يقول لك؟ يقول لك الاغلبيه اللي راهم من اللهن. وين راهم من اللهن؟ في الاراضي الجزائريه. الناس اللي راهم حاكمين الاراضي لاعبينها باللي فلاحين، ماهوش من فيكيك، ماهمش السكان الاصليين تاع فيكيك. هادو ناس فايوات
يفوايو. هادو الناس خدمتهم التهريب، هادو الناس حابين يهلكوا الاقتصاد الجزائري بالشطلة. هذا هو الهدف تاعهم الرئيسي. والروماركيوه كنا نوليو الروبابينيو، انسان فلاح وتروح له الاراضي تاعو، انسان سوالي يروح للاراضي تاعو على بالك تجيه صدمه. مي بار كونتر الناس هادو كانت الفلاحه هذه ماشيينها الكوفرتور، ماشيينها غطاء فقط. نكملوا نسمعوه واش راه يقول باش ننهيو المقطع هذا. بزاف كنديروا الخدامه وحنا ساكنين في وجده وكنديبلاصاو، يعني راه تقريبا واش غادي نقول لك. وهذا الشيء اللي لا اله الا الله حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الشيء اللي نقول. شنو الرساله؟ ونزيدكم واحد القضيه اخرى، بان حنايا بالنسبه لينا حنا ماشي مقيمين في فيكي، راه كنجيو من وجده باش نخدموا هنا. راه كنجي من وجده، فيه راه الكازوال ديالها، فيه راه الخدام ديالها، فيه راه بزاف ديال المسائل اللي دونك حنا الاغلبيه اللي كاينين هنا راه ماشي مقيمين في فيكي. كاين ناس بزاف كنديروا الخدامه وحنا ساكنين في وجده وكنديبلاصاو، يعني راه تقريبا واش غادي نقول لك. وهذا الشيء اللي لا اله الا الله حسبي الله. المدلي انا دوك نقول لكم، انا الطرف هذا قناه شوف تي في هذه من نحبها من نشتيها، ما نحبش نتفرجها. مي بار كونتر في المقطع هذا كاين لحظه يقول لك كريين. انا اللي ما سجلتهاش باسكو جو سوي با انتيريسي، باسكو لا الارض رجعت لمالها، كرا لهم ما كرا لهمش، ما يهمناش يدير ربهم دوك، ما يهمناش في ربهم. لو برانسيب عندنا حنا اللي الجزائريين دوك، الاراضي رجعت لمالها والارض الجزائريه رجعت لنا ان شاء الله، وما بقاش غير الارض هذيك تاع فيكيك، كاين اراضي اخرى ان شاء الله، والمفاجات جايين ورايحين ان شاء الله. كما نقول لك يا المراكا رايحين يفاجئوكم تاع الصحه، ماشي تاع التمسخير. كل الاراضي الجزائريه نسترجعوها بربي ان شاء الله. بالك تقول في الحدود الحاليه، لا 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 لا، احنا نرجعوا للحدود الاصليه، الحدود الاصليه من واد ملويه. كي راهو كتب منار السليمي مدينه فيديج وفتح ميدان في الصحراء الشرقيه المحتله. الصحراء الشرقيه محتله يا سي بغل، يا سي منار السليمي. الارض جزائريه، وان شاء الله نسترجعوها، نرجعوا ليه نشوفوا ترى شو راح يقولنا ونقفوا علينا الموضوع هذا نهائيا. هايبا شوفوا دابا شنو دايرين الجنرالات في العوض ما يحميو العائله، تكون واحد الحمايه ديال العائله وتكون بقوانين انهم كيفاش. دوك يا سي منار، حنا رانا نتكلموا في قضيه في كيك، والله نتكلموا في اطفال الشوارع. اطفال الشوارع معمرين المروك. ارواح يا وجه الباشا، يا وجه الرخص، يا اللحاس، ارواح للجزائر. لكن لقيت عندنا اطفال متشردين، يقول لك باش تلقى واحد في الجزائر عامة، يقول لك باش تلقى طفل من اطفال الشوارع مروك مسرجع بهم. زيد واش نسيت فوق هذا، ماشي نعاير انا في الزواليه، انا ماشي نعاير في الزواليه، الله غالب. على بالي الفقر يحتم بنادم يدير كل شيء. السياحه الجنسيه اعراضكم مباحه، سيدكم باع الاعراض تاعكم، باع بناتكم، ولادكم يجي الطلياني ويجي الاسبانيولي ويجي الخليجي يفعل فيهم وانتم تفرجوا ورايحين بها. هذا وتجي تقول الجزائر والاطفال غير شرعيين. يا راجل تقاموا هناك قبل ما تكلم عن الجزائر، يسيب الصح والاوضاع عندكم في المروك، ومن بعد ارواح لهن ايا خليك انسان كيما انت، ساقط كيما انت، وبياسه كيما انت، ما يحتاجش باش نطولوا مع الكلام. على كل حال هكذا فزت بالجائزه الرسميه واسم مسيلم الكذاب. اي واحد في العالم تقول له مسيلم الكذاب يعرفك باللي انتيا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سمحوا لنا يا جماعه بالك طولنا عليكم.
جماعه اسيو باش تبارطاجيو لنا الفيديوهات يرحم والديكم باسكو لا انا كنطرق على الموضوع راني نطرق موضوع مهم. هذا الموضوع هذا راه يهم كل الجزائريين ما يهمش غير المراكه. كلاب كيما هذو لازمنا نريبوندي عليهم بالطريقه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.